السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله انا جايبه لكم شويه افكار لاكلات اقتصاديه. اختاري منها اللي انت عايزه تعمليه وامشي على نفس الخطوات ديت اللي انا هعملها. بس تعالى الاول نصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام ويلا نبدا الفيديو بتاعنا. هنا يا بنات انا جبت فول مدشوش اللي هي جايبه نص كيلو. بس انا بعمل ليا الكميه دي ليا انا وجارتي، لكن انا لو انا هعمل في بيت انا ليا انا لوحدي بعمل ربع كيلو كفايه قوي علينا. فانا هنا جبت الفول وهغسله كويس وهقول لكم انا عملت ايه بالظبط. بس ما شاء الله يا بنات كميه رمت كتير، وعملت جنبيه برضو عملت جنبيه بابا غنوج، وعملت جنبيه برضو شكشوكه، عملت كذا حاجه جنبيها واوريها لكم الوقت انا عملت ايه. ما شاء الله يا بنات والله الاكله ديت يعني رمت معايا كتير، يعني تنفع معانا في الفطار، تمشي معانا غدا، برضو هتمشي معانا عشاء. في ناس بتحب تفطر الحاجات ديت ماشي. وبصراحة يعني فاض منها اصلا لتاني يوم كمان. انا هقول لكم انا عملت ايه بس الاول وبعد كده هتكلم معاكم. هنا اهو زي ما انتم شايفين كده تجيبي بصلتين كده، حجمهم كبير شوية عشان انا قايله لكم الكمية دي نص كيلو. نضفي بقى البصلتين حلو وهنقطعهم فوق الفول. وبرضه هحط معاه 3 فصوص كده توم. والخضرة ديت بتاعة المحشي هي بتاعة اللي بتبقى بتاعة البصارات. انا طبعا كنت غسلاها ومصفياها حلو. وبرضو لو انت عايزه تحفظيها هنحفظها زي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي قبله، في حته قماشه كده تبقى نظيفه. بس اهم حاجه تبقى مبلوله، وهنحط فيه برضو الخضره دي. وسيبها في التلاجة زي ما انت عايزه بقى بالكذا يوم. كل مره لما تبصي فيها لو لقيت حته القماشه ناشفه هنبلها تاني. تمام كده اهوت. دي طريقتي في حفظ، بصراحه في حفظ الخضار بتقعد مده معايا. بقعد اجر منها كده لو انا محتاجه اعمل محشي، لو انا محتاجه اعمل اي حاجه بالخضار بتنفعني بصراحه في التلاجة. هنا يا بنات هنقطع كده البصل، وهنقطع برضو فصوص الثوم، وقطعي بقى الخضره ديت يعني كبيره، مش كده كده مش هتفرق معانا. خلاص. انتوا هتشوفوا الوقت انا بعمل ايه، بس انا عايزه اتكلم معاكم بس في نقطه ايه اللي احنا ازاي نمشي نفسنا وازاي هنوفر في الاكلات ديت. انا اليوم ده بقول لكم انا عملت كذا حاجه الوقت انا هقول لكم عليها. واحنا بنشتغل كده اهوت. يعني انا اكلنا منها اليوم دوت. بصراحه فاض برضو بصارة، وفاض برضو الاكلات الجانبيه اللي انا عاملاها معاها. تاني يوم بقى احنا مثلا اكلين النهارده خلاص كده اهوت اكلة عيش. تاني يوم مثلا انا عملت تقريبا كنت عامله فرخه كلناها. فوتي برضو يوم بعديها، بعد الفرخه دي رجعتي تاني طلعت الاكل ده وكلناه. يعني انا عايزه اوصل لكم اللي مفيش حاجه خالص طبعا هتترمى. احنا شايفه الايام صعبه، شايفين ازاي الايام صعبه اللي احنا عايشين فيها، وكل حاجه غاليه، فمفيش حاجه بصراحه هتترمى معانا خالص. هنا يا بنات اهو حطيت البصاره زي ما انتم شايفين كده على النار، وهزود عليها ميه مغليه عشان تغلي بس بسرعه. هحط معاها شويه كمون مش كتير عشان ما يمررش معانا. واسيبه بقى هيقعد يستوى كده مع نفسه لحد لما يتهرى خالص منك. ماشي. وهنا برضو نحط شوية نعناع ناشفين برضو بيديه طعم حلو. النعناع يا بنات من الحاجات برضو اللي بتدي طعم حلو اصلا في اكلات معينة. خلاص. وهقعد كده اقلب فيه ووطي بقى النار شوية كده عليه خالص عشان ما يطفش منك ويبهدل الدنيا. هنا اهو كان خلاص تقريبا كده دخل في السوا. بس انا حطيت بصراحه خضره كتير علشان يبقى اخضر معايا كده. ما بحبش يبقى اخضر فاتح، بحب الخضار الغامق ده. ولو عندك هاند بلندر اضربيه كده على طول وهو على النار. ولو ما فيش سيبيه يبرد شويه وبعد كده حطيه في الخلاط. خلاص ما تحطوش في الخلاط سخن علشان خاطر شفشق بس بتاع الخلاط ما يفرقعش منك. وهنا طبعا عشان انا كنت عامله كميه كبيره جبت شويه توم كده مفرومين كويس. وقمت يعني سخني المقلايه حلو وحط زيت، يعني كترش الزيت شويه بتاع البصاره علشان احنا الزيت ده هنحطه اصلا جوه البصاره. خلاص. وبعد كده حطي معلقتين كده كزبره ناشفه. في ناس بتحب تعملها ببصل زي ما انت عايزه، بس انا متعوده عليها اللي هي بالثوم والكزبره كده اهوت. وطبعا ما تغمقيش الثوم معاكي علشان خاطر ما تمررش منك. وخلي الكزبره في اخر مرحله خالص عشان خاطر برضو ما تمررش منك. خلي الثوم كده اللون الذهبي دوت. بس كده. وهنا خلاص كان طبعا خلاص خلص. فاهو زي ما قلت لكم اهوت انا بصفي الزيت
جوه ايه البصاره، وغلوتين لحد لما تتقل معاكي. لما تبدا يا بنات تغلي كده وتحسي اللي هي يعني زي بمعنى اصح اللي هي يعني ايه، غلت جامد هتطرطش معاكي كده لفوق كده، يبقى خلاص كده، يبقى خلاص البصاره استوت وتقلت. حطي بس اظبطي بقى الملح بتاعك، وحطي شويه فلفل اسمر وشويه كمون، ولو عايزاها حراقه شويه حطي شويه شطه. بس كده، مفيش اسهل من كده طبعا. هي البصاره سهله وما بتاخدش وقت معاكي. هنا انا كنت بوريكم اللي هي بصوا، انا قصدي على كده اهي بتغلى اهي وبتطرطش معايا كده خلاص. هنا اهو يا بنات اهي نص كيلو، دي كميه نص كيلو كلها. ما شاء الله طلعت كميه كتيره. العلب السودا دي اصلا يعني تقريبا بقيمه مثلا ايه، طبق ونص. هي غويطه فاخدت كميه كبيره. عشان كده انا بقول لكم لما تعملوا كفايه ربع كيلو او قوي. يعني هتعمل معاكم مثلا الربع كيلو ممكن طبقين او 3. خلاص. فطبعا برضو هيتاكلوا فيهم كذا يوم، يعني الثلاث اطباق او الطبقين الكبار مش هناكلهم في يوم واحد. هنا طبعا كنت فرغت خلاص البصاره وكانت بردت شويه، فقمت ايه حطيت فيها الثوم. هنا هعمل معاكم ايه يا بنات كمان، دوت عدس بجبه. العدس بجبه ده بتاع الكشري. انا كان عندي برضو ربع كيلو، قسمت الربع كيلو على مرتين. ماشي، يعني دي زي ما انتم شايفين في الاول نص كوبايه من بتاعه الشاي. احنا بنحب برضو العدس بجبه ده يا بنات، جربوه كده بالطماطم ونفس الخطوات دي. والله يا بنات طعمه تحفه بصراحه. اغسلي بس العدس حلو، وكفايه برضو الكميه دي، يعني بصراحه اللي انا شايفاه كفايه برضو نص كوبايه. اغسليها وجيبي بصله كده ابشريها، وحط عليها شويه ملح وفلفل اسمر، ومرطيها كده زي المرتة، وانزلي عليها ايه على العدس. وبعد كده زودي ميه مغليه برضو عشان تغلي معاكي بسرعه، وسيبيها بقى تتهرى خالص منك. يعني انا هوريكم هنا هي يعني استوت ازاي. بصوا انا بمسكها كده بايدي واكسرها، شوفوا هي اتهرت مني خالص ازاي، ده بقى المقصود. هنا بقى انا كان عندي الطماطم ديت انا كنت مسبكاها، معلهاش اي اضافات. ما عندكيش طماطم جاهزه كده في الفريزر، عصوري طماطم كده في الخلاط وكبيها عليها. بصوا هي عشان الطماطم عندي متسبكه، فزودت عليها شويه ميه. سيبيها بقى كده تتسبك مع نفسها، واعملي لها بقى الطشه اللي في الاخر ديت. برضو انا حطيت معلقه زبده، او حطي يعني هي الزبده بصراحه بنات طعمتها. وحطي بقى شويه توم كده اهو، بس ما تكتريش التوم عشان هي انا قلت لكم الكميه دي نص كوبايه. خلاص حمري بس كده التوم برضو لحد لما تبقى ذهبي، وحط عليها بس على العدس. بس كده وغلوتين واطفي عليها. بجد يا بنات والله طعمها رهيب، جربوها كده. ومش شرط يا بنات تعملوا كل الاكل ده في يوم واحد، يعني انا عامله الاكل ده في يوم واحد عشان بس اديكوا كذا فكره، واللي انت حباه اختاري منه واعمليه. بصوا يا بنات كده بتتغمس بالعيش بتبقى طعمها بصراحه جميل والله. خلاص. هنا بقى انا بعمل معاكم ايه تاني، هنا بعمل معاكم برضو كده شكشوكه، بس انا ما كترت الشكشوكه، يعني انا عامله بيضتين بس. براحتك انت بقى لو عايزه تكتري براحتك. انا جبت بصله برضو مع شويه زيت، والبصله ما تغمقهاش، اديها بس لون ذهبي كده. وقطعي الطماطم مكعبات صغيره، وبعد كده انزلي عليها على البصله بالطماطم. وبعد كده عندي قرن الفلفل ده كان حراق، حطيت فيه ايه يعني ما قطعتوش كله بصراحه عشان ميبقاش حراق قوي. وحطيت حبه ملح وحبه فلفل بس، ويتسبك كده مع بعض. وبعد كده انزلي بالبيض. برضو البيضتين والله مع الطماطم مع الفلفل مع البصل عطاني طبق ما شاء الله حلو يعني. بس واللي حطيته بس يا بنات اللي هو حبة ملح وحبة فلفل. بس كده، واكسري كده البيض جواه، وبعد كده قلبيه وسيبيه يتسبك مع بعض وخلاص كده. انا بديكوا اهو كذا وصفة، اختاروا منها اللي انتوا عايزينه واعملوه. ان شاء الله يكون مثلا وصفتين بس، براحتك. لو عايزه تحمري بطاطس جنبيه براحتك، لو انت عملتي مثلا وصفتين من دول وعايزه تحمري شويه بطاطس جنبيه برضو كفايه. ماشي عشان ما يفوتش منكم. هنا بصوا يا بنات انا ما شاء الله وكنت قطعت جبنه وطماطم، والبابا غنوجه هو اللي عملته. وبتنجان وفلفل ده انا كنت قليه بس ما صورتوش معاكم عشان انا منزله فيديو قبل كده بيه.
خلاص. بس كده بنات، والشكشوكه اهيت. جربوا يا بنات الاكلات دي، هتبقى موفره معاكم وهتنفع معاكم فطار وغدا وعشاء. ولو حسبتوها يا بنات هتلاقي مش مكلفه خالص. يعني عندكم مثلا البتنجان ده انا كنت جايبه كيلو وربع ب10، وعندكم العدس ابو جيب ده برضو، والفول بتاع البصاره تقريبا. يعني انا جايبه ربع وقلت لكم نص، بس قولوا مثلا انت هتجيبوا ربع ربع وربع، هيبقى مثلا قولوا 15 جنيه. وعندكم اللي عملت بابا غنوج كمان اهوت، والفول ب5 جنيه. يعني كله على بعضه كده يبقى 30 جنيه. فانت لو حسبتيها هتبقى اكله موفره. وبس كده يا بنات، يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.